الداخلية للجامعة المغربية في 3 سنوات فقط، ماشي 9 سنوات. صحيح، سنتين ونصف من عمر التعليم. سنتين ونصف قادرة حينما يكون المدبر له صفات خاصة وله القدرة على تشتيت الأوضاع. أعتقد أنه كافية جدا لما بلغناه. ضعني أذكر بأن السيد المراوي، وأنا لا أريد أن أعود للماضي لأنه الآن هذا من يجب أن نعود إلى الماضي لنعرف الحاضر، لنسلط الضوء على الحاضر. حنا كنناقشوا حقبة ديال التعليم العالي حاليا، لكن هذه الحالية اللي نعيشوها راه عندها واحد الصيرورة تاريخية. صحيح. بالتالي حنا كنشوفوا شنو الأشياء اللي خلات أن السي مراوي تعفى من المهام ديالو. نتوما كفاعل، كأكاديمي، كنقابي، كأستاذ تعليم عالي بلغة دارجة ولد الدار، بالتالي خصنا تهضر معنا بلغة صريحة. شوف، لم أحس يوما في تاريخي الاجتماعي والسياسي والأكاديمي بما أحسس به الشعب المغربي بكل مكوناته من فرح وتعبير صريح حينما تم إعفاء السيد المراوي من مهامه. الكل عبر عن غبطة وسرور لهذا القرار. لماذا؟ لأن السيد الوزير السابق كان سببا في مجموعة من الأزمات في قلب الجامعة المغربية، في طريقة تعيينه لاقتراحه لرؤساء الجامعات، في طريقة تعيينه للعمداء، في طريقة كيفاش، شنو اللي كيميز الطريقة ديالو في التعيين مثلا الرؤساء؟ حنا كنعلموا مجموعة من الجامعات الحدود الآن مازال ما عندهاش رئيس. عندنا جامعة محمد الخامس بدون رئيس، جامعة بالنيابة، جامعة بعد محمد الخامس، جامعة محمد الخامس. اليوم هذا الأسبوع نكمل سنتين كاملتين بدون رئيس قار، أي رئيس بالنيابة. جامعة وجدة رئيس بالنيابة، جامعة بني ملال رئيس بالنيابة، جامعة أكادير رئيس بالنيابة. 44 أو أكثر أو قليل بشيء، 44 مؤسسة بدون مدير ولا عميد. أول مرة ملفات أساتذة باحثين وموظفين في القضاء. شنو نعاود للسؤال، شنو اللي يميز الطريقة ديال المراوي في التعيينات ديال بعض العمداء وبعض رؤساء الجامعات اللي عين في الحقبة ديالو في هاد 3 سنين؟ شنو اللي ميز على غيرها واللي خلاتكم تشوفوها كنقطة سوداء في مشواره؟ كان يربط كل تعيين بعلاقته الشخصية بهذا الشخص أو ذاك. محسوبية، سميها محسوبية، سميها زبونية، سميها أن يفعل بالرجل ما يشاء، سميها اللي بغيتي، لكن هذا هو الذي ميز، بحيث أنه لم تكن، أنا تابعت شخصيا هذه أغلب المباريات، لم تكن فيها الصدقية والمصداقية المطلوبة في اختيار الرؤساء والعمداء وفي اختيار المدراء المركزيين. ثم إن الطريقة التي دبر بها الوزارة مركزيا كذلك تركت يعني صدى سيئا بطريقة إعفائه لمجموعة مسؤولين وبطريقة تعامله، لأن الرجل أعتقد كان محاطا بأناس يدفعونه أو هو مهيأ لأن يقوم بهذه الأشياء التي تسيء للتعليم العالي. يعني رجل واجهه مشكل طلبة أوكرانيا، لم نرى حلا سريعا في الموضوع. أنا قلت لك الإعفاءات، أنا قلت لك أول قرار خداه هو حذف 700 منصب مالي صدر بالجريدة الرسمية، وصادق عليه المجلس الوزاري والمجلس الحكومي والبرلمان بغرفتيه. 34 مؤسسة بميزانياتها وبتجهيزها وبأرضها أوقف المشروع رغم أنه صادقت عليه كل الأجهزة. فالرجل كان له مشروع
مشروع فشلاوي هذا لتدمير منظومة التعليم العالي، وانتهت بقضية كلية الطب والصيدلة، وكانت ستمس كانت ستمس لأنه أوقف المشروع مدارس المهندسين. لا، اسأل من شئت في الجامعة المغربية سيقول لك إنه يحس بارتياح كبير في الوضع. هذا واقع نذكره للتاريخ، لكن